بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الثالث الاعدادي. معاكم من سمر الصاوي للدراسات. لو محتاجين مني اي حاجه في ماده الدراسات الاجتماعيه اكتبوا لي تحت في التعليقات او كلموني على الواتس. انا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف. والنهارده هنحل امتحان محافظه البحر الاحمر، رقم الامتحان 26 من كتاب الامتحان صفحه 88. لو في اي محافظه عايز حلها محتاج مني اي حاجه اكتب لي في التعليقات او كلمني على الواتس. أول سؤال عندي سؤال خريطة للعالم. بيقول لي رقم 1 دي جبال إيه؟ دي جبال الأنديز. طب رقم 2 ده المحيط إيه؟ ده هو المحيط الهندي اللي بين الثلاث قارات، تحت آسيا جنب أفريقيا وجنب أستراليا، ده المحيط الهندي. دي جزيرة إيه؟ مدغشقر اللي في أفريقيا. طب 4 بيقول لي نهر، ده هو نهر الميسيسيبي اللي بيصب في خليج المكسيك. اذكر المصطلح الدال على العبارات الآتية. 1 تتم من خلال وسائل غير قانونية، مثل إن أعداد كبيرة من الأفارقة بتهرب في مراكب لسواحل أوروبا، دي اسمها الهجرات الغير شرعية. عدد الأفراد في سن العمل والقادرين على العمل والذين يعملون فعليا. عمل ده تعريف قوة العمل. الأرض التي يجري فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليه، ده اسمه إيه؟ حوض النهر. سووا ما تحته خط. تشمل قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا. تمتد جبال إيه في العراق وإيران؟ العراق وإيران زاجروس. تتميز السلالة إيه؟ بالبشرة السوداء الزنجية. اذكر سببا واحدا يعني بما تفسر كثرة الموانئ الطبيعية على سواحل قارة أوروبا، وده سؤال بيجي كل سنة في الامتحانات. أقول له بسبب تعرج السواحل وكثرة الجزر. طب لو عكس قال لي بما ما النتائج التي ترتبت على كثرة الموانئ في أوروبا؟ بما تفسر كثرة الموانئ في أوروبا أقول له بسبب تعرج السواحل وكثرة الجزر. لو قال لي ما النتائج التي ترتبت على تعرج السواحل وكثرة الجزر في أوروبا أقول له ساعد على كثرة الموانئ الطبيعية. احفظوا السؤال والإجابة الاتنين بيجوا في الامتحان. تركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، وده أكتر سؤال بيجي في تركز السكان. بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى، ومن أكبرها مدينة نيويورك. من الدول ذات الرعاية الطبية المنخفضة عندي نيبال. يصب نهر ميري ودارلينج في الخليج الأسترالي الكبير. السؤال ده هو مهم. يعيش حيوان الرنة في إقليم مناخ إيه؟ التندرة. أكبر البحار المغلقة في العالم بحر قزوين. قارن بين مناخ البحر المتوسط والصيني من حيث الخصائص المناخية والنباتية. والسؤال ده سؤال امتحانات، يا إما يجيلك قارن بين الأقاليم المناخية، يا إما يجيلك أوجه الشبه وأوجه الاختلاف ويجيب لك إقليمين مناخيين. البحر المتوسط الخصائص المناخية حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. اعملها أغنية، حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء. البحر المتوسط من اسمه هينمو فيه ايه؟ هينمو فيه غابات البحر المتوسط أشجارها دائمة الخضرة ومن أهمها الزيتون، وهينمو بيه حشائش الاستبس، ده النبات الطبيعي. طيب الإقليم الصيني الخصائص المناخية حرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء، وأمطاره طوال العام وتزداد صيفا، ويتعرض لعواصف مدارية اسمها عواصف ايه؟ التيفون. الخصائص النباتية من اسمه ينمو به غابات الإقليم ايه؟ الصيني، برضو أشجارها دائمة الخضرة ومن أهمها الصفصاف والبلوط، وينمو به حشائش الاستبس. السنة اللي فاتت في محافظة الغربية جه البحر المتوسط والإقليم الصيني بس ما جاش قارن، قال لك اكتب أوجه الاختلاف وأوجه الشبه بين الإقليمين، وده سؤال امتحانات. التاريخ. تدهورت دولة المماليك اقتصاديا بعد تحطم أسطولها في معركة ديو البحرية، ده هي مهمة. أغرق الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون أسطول الحملة الفرنسية في خليج أبي قير.
طالب بإنشاء نقابات للعمال ودعا إلى إنشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم العمال والفقراء مجانا. محمد فريد. تحالفت مع الدولة العثمانية لإخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقوة العسكرية. إنجلترا وروسيا. روسيا الوحيدة اللي خدتها في المنهج في درس الحملة الفرنسية. أصبحت لمصر مكانة دولية بعد حروب محمد علي في اليونان. ده هو مهم، سؤال امتحانات. طب بما تفسر عقد معاهدة لندن الدولية عام 1840. بما تفسر يعني أسباب المعاهدة، يعني هنكتب بسبب إدراك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي نتيجة لانتصاراته على السلطان العثماني وازدياد نفوذه. بما تفسر إرسال بريطانيا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى في يناير 1882. أسباب المذكرة المشتركة الأولى أدي سببها: رغبة بريطانيا وفرنسا في تقوية مركز الخديوي في مواجهة الحركة الوطنية. يبقى رغبة فرنسا وبريطانيا في تقوية مركز الخديوي في مواجهة الحركة الوطنية. بما تفسر تغيير السياسة الاقتصادية في مصر بعد الاحتلال البريطاني. السؤال ده مهم، بيقولك السياسة الاقتصادية. صفحة 243. السؤال ده مهم، احفظه صم زي اسم. الإجابة: التوسع في زراعة القطن لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية. محاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصرية. وقد ترتب على هذه السياسة ظهور طبقة من كبار الملاك والأعيان تستفيد من هذه السياسة ويرتبط نموها الاقتصادي باستمرار بقاء الاحتلال في مصر. يبقى ما يقول لك تاني السؤال بتاع بما تفسر تغيير السياسة الاقتصادية في مصر بعد الاحتلال البريطاني، هكتب له كل ده، زود بقى عليه السؤال: عملت بريطانيا على فرض سياسة اقتصادية تخدم مصالحها. هنا لازم تكتب السؤال لأن بيقول لك السياسة الاقتصادية تغيرت بعد الاحتلال البريطاني. أكتب كده: عملت بريطانيا على فرض سياسة اقتصادية تخدم مصالحها، واكتب كل ده. ما المقصود به المحاكم القنصلية والمقاومة؟ ده تعريف المحاكم القنصلية أهو: ظهرت بعد أن زادت قبضة نفوذ القناصل الأجانب بمرور الوقت، وتختص في النظر في الجرائم التي يرتكبها الرعايا الأجانب ضد المصريين والحكومة المصرية نفسها. ده التعريف، بس قبلها هقول هي المحاكم، قبلها أقول كلمة هي المحاكم التي ظهرت، واكتب السطر ده اهو والسطر ده اهو. ده تعريف المحاكم القنصلية. تعريف مقاومة اللي في درس الحملة الفرنسية: رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه لإخراجه عن البلاد بمختلف الوسائل. ده علامة صح أو غلط؟ أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في التشكيل البنائي الاجتماعي؟ طبعا صح، واخدين سؤال. وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا معاهدة 1936؟ صح. يبقى مصطفى النحاس هو اللي عمل معاهدة 1936، هو اللي وقعها، وبرضه مصطفى النحاس هو اللي ألغى المعاهدة. لما يجي لك سؤال من هو ألغى معاهدة 1936، أقول له مصطفى النحاس. أعطى دستور 1930 للشعب مزيدا من الرقابة على الحكومة والملك؟ دي الإجابة غلط، بالعكس ده أعطى الملك مزيدا من السلطات. كان ازدياد نمو الوعي الوطني لدى المصريين من عوامل قيام ثورة 1919؟ صح. وجه الخديوي إسماعيل حملات حربية إلى الأقاليم الاستوائية في أفريقيا لنشر تجارة الرقيق؟ غلط، لمنع تجارة الرقيق. ما النتائج التي ترتبت على حاجة محمد علي إلى موظفين؟ النتائج أكتب اهتم محمد علي بالتعليم والثقافة، يبقى أدى إلى اهتمام محمد علي بالتعليم والثقافة. ما النتائج التي ترتبت على اهتمام مصطفى كامل بالتعليم؟ دعا إلى إنشاء الجامعة المصرية والتي أنشئت عام 1908 اللي هي جامعة القاهرة حاليا. هنكتب السطر ده هو بس اللي هو من الآخر: دعا إلى إنشاء الجامعة المصرية. من هو
أنشأ دار الرصد بالعباسية ومصلحة الإحصاء والمساحة والجمعية الجغرافية الخديوي إسماعيل. السؤال ده احفظه ما تنساهوش. صمد بقوته أمام القوات البريطانية ولكنه استشهد هو ومعظم رجاله في معركة التل الكبير. طبعا ده سؤال بيجي كل سنة في الامتحانات، جه السنة اللي فاتت واللي قبلها وهيجي برضو السنة دي. اسمه الضابط محمد عبيد. رئيس الوفد الذي قابل المندوب السامي البريطاني السير وينجر لمطالبة بإلغاء الحماية البريطانية، طبعا ده اسمه سعد زغلول. يا رب يا سنة تالتة أكون قدرت أساعدك ولو 1%. لو محتاج مني أي حاجة اكتب لي تحت في التعليقات، وذاكر واعمل اللي عليك، والنتيجة دي بتاعت ربنا. وافتكر دايما إن أنا هنا موجودة علشان أساعدكم، وربنا معاكم.